السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهارده ان شاء الله هنصور مع بعض حلقة جديدة من كورس الباراسيتولوجي. هنتكلم عن الهوك وورم، الديدان الخطافية. هنتكلم عن انواعها، الانكليستوما والنيكاتور امريكانز. حلقة النهارده حلقة مهمة جدا. هنعرف ايه هي دورة الحياة وازاي بتحصل الاصابة وعلاقة الهوك وورم بالايرون ديفيشنسي انيميا. فركز في كل كلمة هنقولها في حلقة النهارده. بس قبل اي حاجة، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بدون مقدمات طويلة، كشكولك وقلمك ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. معاكم كابتن اناليست. هنتكلم عن الهوك وورم او الديدان الخطافية بالتفصيل الممل، فركز معايا. عندي منها نوعين. النوع الاول بيسمى بدودة العالم القديم وهي الانكليستوما ديودانل. اما النوع التاني وهو النيكتور امريكانوس، ودي موجودة في امريكا، بتسمى بالديدان الفتاكة. حلقة النهاردة هنشرح فيها كل حاجة عن الانكليستوما بالتفصيل، فركز معايا عشان هشرح لك اللايف سايكل بكل بساطة. دلوقتي هنتكلم عن اللايف سايكل او دورة الحياة الخاصة بالهوك وورم بالتفصيل الممل وبشكل بسيط، فركز معايا. احنا عندنا اللارفا. بتخترق اللارفا او اليرقة جلد القدم عن طريق التربة، يعني انت ماشي في الارض كده اليرقة راحت اخترقت الجلد. اللافا دي هتعمل سيركيوليشن وهتروح للهارت للقلب، ومن القلب هتروح لللنج، وبعد كده هتهاجر هتروح للسبيراتوري تري، وبعد كده هيتم ابتلاعها ويحصل لها ميوتيشن في السمول انتستين وتتحول للادلت وورم، وبعد كده هتعمل اتاتش في الميكوزا بتاعة الامعاء، وبعد كده هتمتص الدم، وبعدين الإناث هتحط البويضات بتاعتها وتبدأ تنزل في الستول، وبعد كده تتحول للارفا مرة تانية، وبعدين اللارفا تعمل الإصابة مرة تانية. هي دي دورة الحياة بكل بساطة. المريض لما يتصاب بالإنكليستوما هتظهر عليه شوية سيمتومز، أعراض زي إيه؟ قالك أول حاجة جراوند إتش. يعني إيه؟ حكة مكان دخول اللارفا للجلد. حلو الكلام. تاني حاجة لوفيلار سيندروم، واتكلمنا عنها بالتفصيل، نتيجة لأن اللارفا هتبقى موجودة في الرئة، في خلايا الإيزينوفيل هتهاجم الرئة وتعمل لي لوفيلار سيندروم. قالك ايرون ديفيشنسي انيميا due to chronic blood loss. اصل الانكليستوما بتمسك بسنانها في الميكوزا وتعمل سك للبلد، تمص الدم، وبتغير الموقع كل 4 ل 8 ساعات. كمان هتعمل لي abdominal pain، وجع في البطن، وكمان ضيارية، اسهال. تعال نبص على اللاب دايجنوزس، التشخيص المعملي. اول حاجه بعملها بعمل كومبليت ستول اناليسيس. ليه؟ قالك عشان اشوف الايج، البويضات. طيب، نوعين الديدان بتوع الهوك وورم البويضه بتاعتهم شكلها واحد ما بتتغيرش. طيب يا ترى شكل البويضه ايه؟ قالك اول حاجه السايز من 50 ل 75 مايكرون، الويتس 30 مايكرون العرض بتاعها، اوفال بيضاويه، كالرلس عديمه اللون، فيها سن شيل القشره بتاعتها رقيقه. جميل. بتحتوي على جرانيولز سيل بتكون من 4 ل 8. حلو الكلام. الصورة اللي قدامك دي بتوضح لك شكل بويضة الانكليستوما. طيب هعمل تحاليل تانية؟ قالك هتعمل تحليل سي بي سي كومبليت بلاد بيكتشر. هتلاقي عندك مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا ديو تو كرونيك بلاد لوز، وهتلاقي عندك اللي هي ايرون ديفيشنسي انيميا. كمان هتلاقي ايزينوفيليا، ارتفاع نسبة خلايا الايزينوفيل. لو عملت تحليل اوكالت بلاد هتلاقيه طالع عندك بوزيتيف.
دي كانت حلقة النهاردة في الهوك وورم أو الديدان الخطافية. أتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن أناليس.